وادي الملكات هو موقع أثري عظيم يقع غرب مدينة الأقصر في مصر، وكان المخصص لدفن ملكات ونساء الأسرة 18 وما بعدها من الأسرات المصرية. يشبه وادي الملوك، لكنه أصغر وأهدأ، ويحتوي على مئات المقابر المزخرفة بألوان زاهية ونقوش دقيقة تصور الملكات في رحلتهن إلى العالم الآخر مع الآلهة، مما يعكس معتقد المصريين القدماء في الحياة بعد الموت والخلود. أشهر المقابر في الوادي هي مقبرة الملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني، التي تعتبر تحفة فنية لما تحتويه من نقوش وطلاءات مذهلة، كما أن معظم المقابر مصممة لتكون مكاناً آمناً للملكة بعد الموت، حيث تحميها الآلهة وتساعدها على الوصول إلى الخلود. تحتوي المقابر على ممرات طويلة وغرف مقسمة بعناية، وتزين الجدران برسوم تصور الحياة اليومية والطقوس الدينية، بالإضافة إلى صور الملكات مع الآلهة والملوك لتأكيد حقهم في الحياة الأبدية. كان وادي الملكات مكاناً مقدساً يؤكد مكانة المرأة في المجتمع المصري القديم، ويبرز دور الملكات في الدين والسياسة، كما يعكس براعة المصريين القدماء في الهندسة والنحت والفن، حيث كانت المقابر تبنى وتحفر في الصخور بطريقة دقيقة للغاية، مع الحفاظ على رموزها الدينية والملكية. حتى اليوم يظل وادي الملكات شاهداً على عظمة الحضارة المصرية، ويجذب الباحثين والسياح من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف أسراره وروعة فنونه.